لقد تاهت الأسود في غابات فرنسا. استطاعت الديكة أن تصيح على الأسود، فإن هذا غير منطقي في قانون الغابة، وذلك ما شاهدناه طيلة هذا المونديال. المنتخب المغربي، المنتخب الذي أرعب أقوى المنتخبات في العالم، المنتخب الذي رقص نجوم السامبا، والمنتخب الذي أقصى هولندا ودك شباك كندا وهايتي في مقابلته ضد فرنسا، لم يكونوا أسود ولم يكونوا رجال، وهذا هو المنطق وهذه هي الصراحة. المنتخب المغربي لعبوا بروح غير وطنية، لعبوا بروح تخلو منها الندية، وإنجاز التعبير لعبوا بدون روح. فمن غير المنطق ومن غير المتقبل أن يتم إقحام لاعبين لم يشاركوا في البطولة أصلا ويقحمهم في مقابلة حاسمة مثل مقابلة فرنسا، فإن هذا انتحار للمدرب، مدرب المغرب السيد محمد وهبي. لا نعرف ما الذي أصابه في هذه المقابلة، لماذا دخل بهذه التشكيلة، ولماذا لم يكن لدينا أي هجوم أو مهاجم رأس حربة. فطيلة 90 دقيقة لم يسدد المنتخب المغربي سوى تسديدة واحدة على شباك فرنسا، في حين المنتخب الفرنسي أرسل وابلا من التسديدات على شباك بونو الرجل الذي أظهر الشجاعة والقوة، وأظهر أنه لن ينساغ إلى أي جانب ولن يمشي تحت أي مؤامرة أو انسياغ. إنه رجل المقابلة، إنه الرجل الحقيقي الذي يغير على قميص الوطن، إنه ياسين بونو الذي تصدى لوابل من التسديدات من المنتخب الفرنسي، تسديدات طولا وعرضا في الأرض وفي السماء يتلقى لها الأسد المجروح ياسين بونو، في حين أن رفاقه فقط يجرون أرجلهم في الميدان. أين تلك الروح القتالية؟ أين تلك الدماء التي تسيل؟ أين هم الأقمصة الممزقة؟ أين هم الانتحامات والاندفاعات؟ لم نرى أي من ذلك، ولم نرى أي شيء قدمه المنتخب المغربي ضد فرنسا. لا تقل لي قوة فرنسا، ولا تقل لي أن المنتخب الفرنسي يكتظ بالنجوم، فأنا لن أصدق هذا، لأن المنتخب المغربي لديه لاعبون ومواهب جميلة وجيدة يستطيعون مجاراة أقوى الفرق وأقوى المنتخبات، وذلك ما شاهدناه في الدور الأول. وقفوا ندا للند مع البرازيل وهزموا اسكتلندا وكذلك هايتي. فهذا المنتخب عندما يلاقي فرنسا نعتقد أن الديكة سيكونون سهل المنال قبل المقابلة بالنظر إلى مستوى الفريق المنتخب الوطني، لكن هناك كواليس لا نعرفها ولا نعلم عنها أي شيء. هل هي مؤامرة أم هي هبة وهدية من المنتخب المغربي لنظيره الفرنسي بحكم الصداقة التي تجمع بين لاعبي المنتخب المغربي والفرنسي، وبحكم العلاقات الخفية؟ هناك أيادي تحرك ذلك، لكننا لا نعرف من وكيف وأين ولماذا. وأترككم الآن مع أقوى الفيديوهات وأقوى ردود الأفعال وأقوى لحظات الغضب والسخط عند الجمهور المغربي وعند الشعب العربي المحب للمنتخب الوطني. تفضل يا صابر. ياسين بونو. ياسين بونو انا كده بقول لك 10 لعيبه، لانه في عملاق ال11 اللي هو في حراسه المرمى، عشان كده قلت 10 بس. بقول 10 وهو بقى كان ياسين 10 على 10 لانه ارقامه تاريخيه يا رجل، ما شاء الله ما شاء الله. نمسك الخشب، تخيل انت في مشاركاته في كاس العالم تصدى ل9 ركلات جزاء ما بين ركلات وضربات. نعم. دخل سكن مرماه 2 بس منهم، 4 صدهم و2 في العارضه وفي القائم وواحده بره المرمى. شوف الارقام، رقم اسطوري، شوف الارقام، تصديات، تحرك داخل المنطقه، ارقام مميزه. يا بدر لياسين بونو، ماذا تريد ان تقول عن هذا الرجل الذي يشعرنا بشكل عام لجميع العرب بالفخر والاعتزاز، وكذلك في بطوله دائما ما يكون حاضره يجسدها هذا البطل ياسين بونو؟ مع ياسين بونو في مقارنة أو في محاولة لاسترجاع من كانوا بالأمس حراسا للعرين، سواء للمنتخب المغربي أو للمنتخبات الإفريقية وحتى العربية، لكن في كل مرة يؤكد ياسين بونو على أنه أجودهم على الإطلاق. اليوم أنا ممكن أقول لك على أنه أفضل حارس مرمى مر في الكرة العربية والكرة الإفريقية اليوم. هو من ألغى المغرب الشوط الأول 0-0. هو ياسين بونو. يعني لا مانيش معاك أنا بدر. ياسين بونو لا نخالفك. لما تقول إنه أفضل حارس عربي إفريقي، تقليص من قيمته. أفضل حارس عالمي
لا بقول لك انا في تاريخ كرة القدم. ليش نختصر المسألة؟ ليه بونو خلينا نقولوا بونو من افضل على اقل شيء من افضل 3 حراس في العالم. هو الان هذا كلام نبيل. انا اتكلم تاريخيا. اليوم صحيح يا نبيل من افضل حراس مرمى العالم، بالعكس برغم ان المغرب خرج من الدور ربع النهائي سيظل ياسين بونو منافسا على افضل حارس مرمى في هذا المونديال بكل امانه. انا اتكلم تاريخيا اذا ما وضعنا في المقارنه حراس مرمى ومروا اساطير على كره القدم الافريقيه والعربيه يظل الى غايه الان. انا في اعتقادي افضلهم وهو يصل الى هذا النوع من العدد من المشاركات في كاس العالم. ممتاز. ياسين بونو ماذا تقول عنه؟ مساعد عشان اروح النبيل. والله يا اخي هو اللي يقول عن نفسه ياسين بونو، هو اللي يشوف تصديات، انفرادات، قذائف من خارج العرضيات، الاشياء، ركلات الجزاء، كل شيء يقدمه هذا الحارس. تخيل في عمره 35 سنه الان وهو بقيمه فنيه عاليه، يعني حتى نتمنى بعد ان نشوفه في كاس العالم القادم اللي تكون في المغرب. غير ذلك انت لما يكون عندك حارس بقيمه عاليه بهذا الشكل. تاكيد لكلامكم، ترى الاشاده جاءت من واحد من الحراس الكبار في العالم تاريخيا، إيكر كاسياس، على منصه اكس. يا الهي يا بونو، ارقامه كذلك تكون واضحه. وكذلك وهنا الإحصائيات في 4 تصديات بداية لياسين بونو، 4 تصديات لركلات الجزاء، وهنا الإشادة من إيكر كاسياس، واحد من أفضل الحراس على مر التاريخ.